وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام. وقضية سيدنا عيسى عليه السلام قضية يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا، هو أن نعرض وجهة نظر الذين وضعوه في غير الموضع الذي أراده الله، ونظرية الذين يضعونه في الموضع الذي يريده الله. فالمسألة ليست انتصارا منا في الدنيا على فريق يقول كذا، وليست انتصارا للفريق في الدنيا ليقول كذا، لأنها مسألة لها عاقبة تأتي في الآخرة. فمن المهم جدا أن نصفيها تصفية تصحح الحق حتى لا يظلم أحد من المشاهدين نفسه. قضية عيسى عليه السلام جاء على دين اليهودية، أي طرأ على دين اليهودية، ودين اليهودية حرف من اليهود، حرف تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور المادية الصرفة، ويكاد يقف عقله ويقينه وإيمانه في قضية الغيبيات. فهم ماديون لدرجة أنهم يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذن فعظمة الحق أنه غيب، لأنه لو كان مشهودا محسا لحدد وحيد، وما دام حدد وحيد فيخلو مكان في ملكه هو منه هو. إذن فكون الله غيبا هو الجلال والكمال فيه. صوروا الأشياء كلها على أنها حسية، حتى أمور اقتيات حياتهم الطعام أرادها الله لهم غيبا يريحهم في التيه، فأرسل عليهم المن والسلوى، غيب من عند الله، لم يجتهدوا فيه ولم يستوردوه ولم يستنبتوه ولا يعرفون كنهه، إذن فهو غيب. ومع ذلك تمردوا على الغيب مع أنه رزق لهم ينتفعون به، وقالوا لا، نحن نريد مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، يعني أمر مادي قدامهم. ما يدرينا أن المن لا يأتي، ومن يدرينا أن السلوى لا تمر علينا. إذن فلا ثقة لهم في الواهب من الغيب. إذن فكل أمورهم مادية. ما دامت كل أمورهم مادية يبقى هم في حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه لتخرجهم إلى معنى يؤمنون فيه بالغيب. نواميس الماديات أسباب ومسببات، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادي، فجاء بعيسى عليه السلام على غير طريق الناموس الذي يأتي عليه البشر، فجعله من امرأة دون أب. كان هذا الذي أريد به أن يزلزل قواعد المادية في اليهود، من الممكن أن يستغل استغلالا يبعد الناس عن المادية، لكن الفتنة جاءت في هذه أكثر من تلك، فقالوا ببنوته للإله. ما الشبهة التي جعلتكم تقولون بهذه البنوة؟ أن وعاء الأمومة موجود والذكورة ممتنعة، وهي مأخوذة من أن الله نفخ في الروح، يبقى الله هو الأب. نقول لهم لو كان الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا في آدم أولى من أن تفتنوا في عيسى، لأن عيسى فيه أمومة وآدم لا أمومة ولا أبوة، يبقى الفتنة من أكثر في آدم مع التجاوز يعني.
وإن قلتم نفخ فيه من روحه أو هكذا قال الله في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا فالشبهة برضه موجودة. يبقى ليه انتوا سكتوا عن الحكاية دي من أول آدم إلى هنا؟ يبقى دي انتهت. بعد ذلك نأتي إلى قضية أخرى هي قضية وفاته. لا، قبل قضية وفاته أو توفيه. هنقول وفاته أو توفيه علشان الرأيين يمشوا ويانا. نقول انتوا فتنتوا ليه؟ قالوا بيحيي الموتى. نقول له أخي ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم حينما قال الله خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. برضه تبقى الفتنة في إبراهيم. ألم يجئ موسى بآية هي العصا مش أحيا ميت كانت له حياة، لا ده خلق الحياة فيما لم تسبق له حياة. والعصا بقت حية وتصحى ومش عارف ايه. إذا فالفتنة ما يصح أن توجد هنا. فتنة ما يصحش أن توجد هنا. نقول لك لا، إن الله أراد وهو غيب، اتفقنا على ذلك، هو غيب، أراد أن يؤنس البشر بصورة يتجلى فيها بشرية فجاب عيسى. نقول له طيب هنبحث المسألة دي قضية بالعقل كده بدون عصبية وبدون حساسية. هو عمل عيسى عشان يدي صورة للإله؟ نقول له طيب عيسى أنتم تقولون أنه كان طفلا ثم تدرج وبقى إيه؟ كبير. فأي صورة من صور حياته المرحلية كانت تمثل الله؟ إن كانت صورة طفل تنقضها صورة الكهولة، يبقى ربنا على أي صورة منهم؟ ولا على كل الصور دي؟ إن كان على كل الصور دي يبقى الله أغيار بيتغير. لو كان جه كده وعلى حالة واحدة كده وفضل كده كنا نقول مثلا معلش. ثم بدينا نبحثها بقى بحث ثاني خالص. الله أراد أن يجعل صورته في بشر ليؤنس الناس بالإله. قعد كم سنة في الدنيا؟ 30 سنة. إذا فترة معرفة الناس بالصورة الإلهية 30 سنة. عمر الكون قد إيه؟ طب اللي قبل كده الملايين السنين اللي مشيت ترك الله خلقه الأولين بدون أن يبدي لهم صورة، ثم ترك خلقه الآخرين بعد الوفاة أو الرب بدون أن يعطيهم صورة. يبقى ده الرب ظالم. 30 سنة يدي للناس صورة وبعدين اللي قبل كده مالوش صورة واللي بعد كده مالهمش صورة. طيب انتم بتقولوا انه صلب، معذورون كما قلنا سابقا لأن الله عذركم. شوف التاريخ العادل، شوف الرب الحقيقي يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن هو شبه لهم. يا سلام، جعل لهم عذرا في أن يقولوا أنه قتل أو صلب، شبه لهم. كان من المعقول إنهم يلتمسوا من الإسلام حل لهذه المشكلة. شبه لهم، فجاء الإسلام ليقول لا، ده شبه لكم ما قتلوه وما صلبوه، لأن حتى ده ينقض فكرتكم عن إنه إله أو جزء إله. ليه؟ لأن المصلوب فيه قدرة من الصالب على المصلوب، فكيف ينقلب الإله مقدورا عليه من مخلوق؟ ده احنا لما نقول ما انصلبش نبقى بنكرمه، نبقى ايه؟ بنكرمه. يبقى الإسلام جاي عشان يصف العقائد كلها حتى عند الأديان الناس اللي حرفوها. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جدلية حدثت في أيامه صلى الله عليه وسلم عشان يصف المسألة، عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبلة، أن دي مسألة يعني هتقعد تشغل الناس الشغل كله. وفي مودة من العبودية بيننا لمعبود واحد. ايه يعني هنقعد نختلف على الحكاية دي؟ فلما جاء وفد نجران من النصارى إلى رسول الله إلى المدينة التقوا برسول الله، فكان لهم جدل مع اليهود
ولهم جدل مع رسول الله، ولليهود جدل مع رسول الله، ولهما معا جدل مع رسول الله. الجدل انهم يقولوا البعض، اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء. ده الجدل اللي ايه؟ وده يقول ابراهيم كان يهودي، وده يقول ابراهيم كان ايه؟ نصراني. دي الحاجات اللي بينهم وبين الرسول ايه؟ حبوا يتكلموا في مسألة عيسى. فلما تكلموا في مسألة عيسى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفي القضية تصفية نهائية، عشان ما نقعدش ايه؟ نلوكها ونعملها مسار لفتن. فلما اجتمعوا لهم رؤساء السيد اسمه المسيح، ولا العاقب صاحب المشورة، والأسقف، ويجادلوا مع رسول الله. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى؟ قالوا قوله. قال لهم كذبتم، إنه عبد الله، إنه عبد الله. ثم قال لهم، قالوا له أيوجد ابن بلا أب؟ فنزلت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ده الفصل اهي، والحجة أقوى. ده احنا متنازلين، يعني هي المسألة دي بدون أب، إنما ده بدون أب وبدون إيه؟ وبدون أب. قال لهم تعلمون أني رسول الله وأني نبي هذه الإيه؟ الأمة. فقال إيه؟ قالوا له أنظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال آمنوا، قالوا من أمنش، ودخل الإيه؟ الجدل بينهم وبين بعض. فلما ما رضوش يأمنوا قال إذن أنا وأنتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي، فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي بأي شكل. احنا الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية حق مع قضية باطل يقوم يقول زي ما يقول ايه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف الأدب، احنا وانتم واحد منا على هدى وواحد على ضلال، ما بنقولش لا احنا ولا انتم. وإنا أو إياكم، ليه؟ لأن قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. طب ما تيجوا احنا وانتم نجتمع في مكان ظاهر ضاحن وندعو أبنائنا وأبنائكم وأنفسنا وأنفسكم ونسائنا ونسائكم ونبتهل إلى الله الحق. ده ولا ده؟ ونبتهل إلى الله الحق، فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم. في أحسن عدالة من كده؟ ما دام هيقعدوا يجادلوك ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه، نقول لهم بس فإن حاجوك، ومعنى حاجوك يعني جادلوك، ونقعد نتجادل انت تقول كذا وهم يقولوا كذا، من بعد ما جاءك من العلم اللي هي القضايا اليقينية المدلول عليها. فالمسألة مش هينهيها جدل بقى، المسألة ينهيها واقع يرد الأمر إلى الإله الحق. فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالوا ندعو. مين اللي يدعو؟ إحنا وأنتم. طب هل هم يدعوا أبنائنا ولا يدعوا هم أبنائهم؟ لأنه لهم ولاية عليهم، وإحنا ندعو أبنائهم ولا ندعو أبنائنا؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا، يعني أنتم تدعون أبناءكم ونساءكم وأنفسكم، وإحنا ندعو أبنائنا ونساءنا وأنفسنا. ليه؟ أم قال لك لأن دي هي القرابة القريبة التي تهم كل إنسان ولم يكن رسولا، نفسه وأهله. الناس التانيين المظلومين دول ذنبهم إيه؟ تعالوا لإحنا بقى أنتم بتقولوا كده وإحنا بنقول كده، هاتوا أحبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياة وادخلوا معنا في مباهلة. إيه مباهلة يعني؟ البهلة والبهلة هي اللعنة. يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني، أنا ما بقولش أنا ولا هم، لعنتك على مين؟ على الكذاب. كلام عادل ده، كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنة إن كان الإله الواحد ولا الإله الثاني.
فإن كان الإله الواحد يلعن التانيين، وإن كانوا الآلهة المتعددة يبقى يلعن أصحاب الإله الإيه؟ اللي هيقدر بقى يلعن. تبقى البهلة والبهلة هي اللعنة. إلا أنها لما كانت ضراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهي الخلاف، قوة القاهرة، صارت المباهلة لمطلق الدعاء، لمطلق إيه؟ ولذلك نبتهل إلى الله، يعني إيه؟ ندعو إلى الله. خذت هذا الإيه؟ المعنى. فندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. قالوا له طيب إيه؟ انظرنا بكرة نجيلك. ثم أرسلوا واحد يشوف محمد عمل إيه، هو مستعد للحكاية دي صحيح ولا بس بيقول. فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمة وراءهم وعلي، يعني جاب الحكاية، أنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم الله ده مستعد، ده يبقى هو واثق بقى. فقالوا له لا نستطيع على المبالغة. قالوا البعض بقى والله ما باهل قوم نبيا إلا إيه؟ أخذوا. فاحنا نهادن الرجل ونخليه على دينه واحنا على ديننا ونتهادم مع بعض ونتفق وياه. فلما جم لقوا ما مستعد، ما هم فاهميننا يمكن تكون يعني تهويش. ساعة ما نقول إن اللعنة منك يا إله يا قادر على الكاذبين، يبقى مش هيقبل على المسألة إلا اللي عنده يقين منه، والثاني اللي ما عندوش يقين طبعا يرجع. فرجعوا هم عن الإيه؟ عن المباهلة، وقالوا له لا نتفق يا بابا انك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجه، ونبعث لك 1000 حله، 1000 في رجب و1000 في سفر و1000 مش عارف، ونبعث لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم ايه. اذا امتنعوا عن الايه؟ عن المباهله. امتناعهم عن المباهله واقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهله، ده يدلك على ايه؟ على ان هم مش واثقين وده واثق، على ان هم مش واثقين وده ايه؟ وده واثق. إذن فيجب بعد أن قال الله فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم، لأن دول أحب شيء لمين؟ لدرجة أنهم كانوا إذا خرجوا للحرب خدوا نسائهم وياهم ولا لا؟ عشان يدافعوا عنهم وعشان يخجلوا منهم إيه؟ يفروا، وعلشان ما يتركوهمش، لان لما يتركوا يقول لك يمكن لما ينتصروا يذلوا اولادي ونسائي، لا معايا ان قتلني ننقتل كلنا، ما نسيبهمش. يبقى اذا ان اردنا نحن الان ان ننهي الجدل في هذه المساله، افهموا اذا قول الحق سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الحق جاي لك من ناحيه مين؟ الربوبيه. فلا تكن من الايه؟ من الممترين، اي الشاكين في هذه المساله. فمن حاجك في حاجه يعني ايه؟ جادلك، انت تجيب حجه وهو يجيب ايه؟ ويجيب حجه، ومعنى الحجه الدليل على المطلوب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم من مين؟ من الاله الحق. فقل احسمها انت، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. كلمة قصص بقى بيقول لنا قصة، مش حدوتة، مش حكاية. إن خدت كلمة القصة في العرف الأدب الحديث ما تقرؤونه من قصص الخيال يلعب فيه دورا ايه؟ حتى انه بيخترع ايه؟ حوادث. لا، ده قصص يعني ايه؟ لو انهم فهموا الى اشتقاق كلمة قصة لبحثوا لانفسهم فيما يكتبون من روايات وافلام عن كلمة اخرى للقصة، لان كلمة قصة نفسها تصبح الكلام، لان معنى قصة مأخوذة من قص الاثر. قص الاثر يعني يجي يشوف الاثر ده بتاع مين ويتتبعه كده. اذا قصص متتبع ما حدث، لا تزيد فيه.
وانتوا عمالين تتزيدوا وتجيبوا أكيلة وتجيبوا مش عارف ايه والى اخره. ان هذا لهو القصص الايه؟ لهو القصص الايه؟ الحق. وما من اله الا الله. يعني اذا جاء القصص من قبيل الله الواحد فاطمئنوا على ان ما فيش اله ثاني هيجيب قصص اخر. هو من مين؟ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الغالب على امره، ومع كونه غالب على امره حكيم في تصرفه. مش كده قوه يعني بالله، لا، غالب وايه؟ وحكيم. فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. قول الحق فان تولوا يدل على ان الله علم ازلا ساعه قال هذا انهم لن يقبلوا المباهله، ومن العجيب انهم من غبائهم ما قبلوهاش، فصدق الله في قوله فان تولوا. وكان من الممكن انهم يقولوا لا يعني. اذا انتهت المساله